وفي الغربية نظمت جامعة طنطا احتفالية لتخريج أول دفعة من الآئمة الذين اجتازوا دورة الطريق نحو تجديد الخطاب الديني في العلوم التطبيقية، وذلك بحضور محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ولفيف من علماء الدين الإسلامي. وتهدف الدورة إلى نشر الدين الوسطي وإعلاء قيمة العلم بما يتماشى مع التوجه لتحديث الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية. احنا شايفين طبعا في خلال خطبة الجمعة بنلاقي في علماء موجودين واساتذة واطباء وعلماء موجودين في خطبة الجمعة، فلا بد ان يكون الشيخ اللي موجود على المنبر يكون عنده ملكة علمية موجودة بحيث ان يخاطب كل العقول الموجودة خلال خطبة الجمعة. انا بقول لهم خطبة الجمعة دي بتثقل المواطنين، كل اسبوع بنجددها بحيث ان احنا بقدر الامكان نحاول نستفيد من الدروس المستفادة فيها، نستوجب نعلق على أحداثنا اللي موجودة، نحاول ننبذ العنف والكراهية، بنحاول نتوحد جميعا في جمهورية مصر العربية. تجديد الخطاب الديني قضية علمية مركزة كبيرة، يعني نهضت لها مؤسسات دينية على رأسها مؤسسة الأزهر الشريف، وفي تضامنا معها وزارة الأوقاف، ويهتم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بهذه القضية أيما اهتمام، وقد افتتح أكاديمية الأوقاف العالمية لتدريس الأئمة اللغات الأجنبية والعلوم الشرعية، وهي خطة مدروسة مؤسسة وتزيد بإذن الله بالتنسيق مع الجامعات. ومنذ أن توليت الأمور في مديرية أوقاف الغربية قمت بالتنسيق مع جامعة طنطا للإعداد لهذه الدورات، وكان اليوم ثمرة هذه الدورات هؤلاء الدعاة المتفوقون. احنا في جامعة طنطا ارتأينا ان احنا مكان مناسب علشان نجدد الخطاب الديني مع الحفاظ على ثوابت هذا الدين. نحن لا نمس ثوابت الدين، ولكن نحن نتناول التجديد في الخطاب الديني من الناحية العلمية. يمكن سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات عديدة وخطب أكد على أن تغيير الفكر المتطرف لن يأتي إلا عن طريق تجديد الخطاب الديني. هذا ما فعلته الجامعة بأن يعني حصل تواصل بيننا وبين وزارة الأوقاف، بين الأئمة والدعاة في وزارة الأوقاف، وكان لنا دور في أن احنا أعطينا مجموعة من الندوات والمحاضرات في مختلف العلوم التي تجيد الجامعة التحدث فيها. كنا نتمنى ان الدوره دي تستمر كتير جدا وتبقى مفيده، والحمد لله استفدنا فيها طبيا وعلميا واقتصاديا وزراعيا كمان. حتى احنا دلوقتي بعض الائمه مننا بينفذوا الدوره ديت على المنابر وبيقولوها بطريقه علميه مبسطه الحمد لله يعني. فضلا ان الحمد لله الدوره الجديده اللي موجوده دلوقتي بتدرس اكتر في المناهج العلميه المتخصصه، حتى لبعض الزملاء مننا دلوقتي موجودين بيدوا معلومه اكتر وتفيد اكتر ان شاء الله.